مش هقولك ان حارس المرمى نص الفريق والكليشيهات اللطيفة دي، لكن انت عارف وانا عارف ان فريق كبير بدون حارس مرمى كبير زي احدث طيارة في العالم بس جواها قنبلة موقوتة، ممكن تفرقع في وشك وتنهي رحلة الطيارة وحياة ركابها في اي لحظة. احنا باذن الله هنتوكل على الاقصر باذن الله. الرحله يعني هتستغرق نص بتاع يعني 40 دقيقه. وهنطير على ارتفاع 30 32 حاجه بتاع 35,000 قدم يعني حسب تسيير ربنا. الله ما نقوم نلم له الاجره بالمره بقى. حارس كبير يعني ظهر في المواقف الصعبة، يعني لو مش قادر تسجل انا هحافظ لك على شباكك لغاية ما تلم نفسك وتسجل. لو مش قادر تسجل وما تدخلش نص ملعبك ومش عارف حتى تعمل لك باصين 3 على بعض وما ينفعش تخسر الماتش ده، ما تقلقش انا هطلعك من الماتش على الاقل مش خسران. عكس الحارس التعبان اللي ممكن تبقى كل حاجة ماشية تمام وبتفكر ازاي تكسب وفجأة يورطك في مشكلة تصعب عليك الصعب وتخليه مستحيل. وصل بالخارجيه الحلوه وادي علي هيجيب جول، هوبا ضعيفه ضعيف، ايه ده؟ ايه يا جون ده؟ فاتح على البحر ليه يا ابني؟ فين طريقك فين؟ بيروحوا له منين يا نهار ابيض؟ من اهم نقاط التفوق التاريخية للاهلي على الزمالك مركز حراسة المرمى. كل ما الاهلي يطلع حارس قوي ويبقى حارس مصر الزملكاويه يقولوا معلش بكره يبطل ونخلص منه. من عادل هيكل لاكرامي لثابت لشوبير للحضري والزملكاويه بيقولوا بكره نخلص منه، وكل ما بيجي بكره يطلعوا لنا من الامم عفريت جديد. طب نعمل ايه؟ نسد فتحه الامم ونحبسهم جوه؟ مش معقول، مستحيل يخش فيه 22 جول في ماتش واحد، لكن ايه؟ زي ما دايما بنقول لكم بقى الكوره جوان. سنين وسنين لغايه ما فجاه دخل مرتضى منصور على الزملكاويه زيرو فول اوبشن بعفريته. بس عفريت ايه؟ عفريت احمد الشناوي حارس مصر الاول بفروق كبيره جدا عما يليه، واللي اصبح نقطه تفوق كبيره للزمالك على كل فرق الدوري. هو اهم صفقات الزمالك من سنين طويله ان لم يكن اهمها على الاطلاق، مش بس لخطوره مركز حراسه المرمى، ومش بس لان الشناوي حارس عظيم، لكن لانه كسر نقطه التفوق التاريخيه للمنافس التقليدي. ورساله الزملكاويه هنا لرئيس مجلس اداره الزمالك: الشناوي ده بقى بالذات لا تقول جالي فيه مليون ولا كام مليون ولا اتوبيسات ولا موقف غواصات نوويه بسواقينهم ولا كائنات فضائيه هتنزل تقف مكانه. ده تعتبره زي المبنى الاجتماعي كده. اقول لك لو هتطلع احمد او امير اعاره طلعهم، بس سيب الشناوي.